بقى ايه، كل اللي عنده اولاد جاب بسم الله ما شاء الله دي سدست. تعالوا بقى هقول لكم ازاي نكمل في المدارس، وازاي نعرف نرتب امورنا، وازاي نعرف ننظم وقتنا. ازاي نعرف ننظم وقتنا بقى في المدارس؟ اولا شوف المصروف بتاعك، شوف عدد اولادك، واحد في المدرسة ولا اتنين ولا تلاتة، ربنا يخلي للجميع يا رب، على حسب عدد الاولاد اللي في المدرسة، وعلى حسب المرحلة التعليمية، في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي وفي تجارة، على حسب المرحلة وعلى حسب المواصلات. على حسب الحاجات دي هنرتب امورنا، وعلى حسب الحاجات دي هننظم المصروف بتاعنا. واهم حاجه ورقه وقلم. ورقه وقلم دي بسم الله ما شاء الله احسن من الدماغ 100 مره. ورقه وقلم، تشوفي مصروفك قد ايه، تطلعي منه مصروف المدرسه، تطلعي منه مصاريف ولادك الصبح، تطلعي منه مصاريف الاكل اللي هتجيبه لهم في المدارس، تطلعي منه الحاجات دي كلها، وتظبطي الدنيا دي كلها. وبعد كده بقى تقعدي مع نفسك وتشوفي البيت مطالب منك ايه، ايه اللي محتاجه مني البيت. هقول لكم في الفيديو التاني ان شاء الله ايه اللي محتاجه منكم.